ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة سلام الفضائية وفي برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. نود لفت انتباهكم إلى أننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة تواصل أو على حساب شبكات التواصل الاجتماعي لقناة سلام الفضائية. فمرحبا بكم مرة أخرى. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي. قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية ويتتعتع فيه، فله أجران. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كان وقف بنا المسير في الحلقات الماضية عند تفسير سورة الفيل، وها نحن اليوم نشرع في تفسير والحديث عن بعض المعاني القرآنية في سورة قريش. بدء نقرأ في سورة قريش، ومن ثم نقوم باستخراج بعض الفوائد والدروس منها. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش هي سورة مكية، عدد آياتها 4 آيات. والمناسبة هذه السورة بما قبلها من سورة وهي سورة الفيل، بأن ربنا سبحانه وتعالى امتدح وامتن على قريش بأن الله سبحانه وتعالى حماهم وحمى البيت وسدنته وهم قريش من غزو أبرهة الحبشي بجيشه العرمرم، كما تقدم سالفا بأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلتهم كعصف مأكول، فحمى الله سبحانه وتعالى بيته وحمى سدنة البيت وهم قريش. ولذلك كانت قريش تعظم هذا البيت وتقوم على خدمته وخدمة عماره وطوافه والزائرين له، وكانت مشهورة عند العرب بأنهم هم سدنة البيت، خدام البيت الذين يعمرون هذا البيت وهم حراس البيت، أعني مكة المكرمة البيت الحرام. لإيلاف قريش، من مقاصد السورة أن امتنان على قريش بما أنعم عليهم من الأمن وتوفير الرزق وتسهيل وسائله، كذلك ما يجب أن يفعلوه تجاه هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، الإيلاف له معاني، منها المعنى الأول الاجتماع والتآلف، كقوله سبحانه وتعالى ودليله ولكن الله ألف بينهم. المعنى الثاني مأخوذ من العادة المألوفة،
من الإلف أي العادة المألوفة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك من معاني إيلاف المعنى الثالث وهو اللزوم، فمن ألف شيئا أي اعتاد على شيء لزمه. ودليل ذلك وشاهده ما رواه بسنده ابن عباس، ما أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال لزومهم على الخروج لرحلة الشتاء والصيف. والمعنى الأخير، المعنى الرابع في قوله إيلاف، وهو التهيئة والتجهيز. قريش، من هم قريش؟ قريش هم ولد النضر ابن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. وعن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وسموا وتم تسميتهم قريشا، وذلك لعدة أسماء ومعاني. قالوا قريش، والتقرش هو التكسب والجمع، فيقال فلان يقرش لعياله ويقترش أي يكتسب ويجمع مالا لهم. ولقد كانوا قريشا تجارا حريصين على جمع الأموال. وقيل التقرش هو التجمع، ويقال تقرش القوم أي إذا اجتمعوا. ولذلك سمي قصي مجمعا لأنه جمع بطون قريش، أعني قبائل قريش حول الكعبة بعد أن كانوا متفرقين مشتتين في غير الحرم. كما قال ذلك أحدهم ينشد: قال أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. وكذلك أورد الأزرقي في أخبار مكة وفي معجم للطبراني أنه عن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: بما سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا يعلى عليه. وأنشد: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي الجناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشا. وقريش فيها من صفات العلو والفخار والتعظيم، فشبهوا بدابة القرش المعروفة الدابة في البحر، لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا يعلى عليها. وصغر الاسم للتعظيم. وفي الحديث عن عبد الله بن السائب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وقيل أن التقريش بمعنى التفتيش، كذلك من معاني قريش بمعنى التفتيش، أي أنهم كانوا يبحثون عن ذوي الفاقة، أي عن أصحاب الفقر والذين انقطعت بهم السبل. كانت قريش تتفقدهم بالعطاء والخير والبذل والمعونة. قوله سبحانه وتعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف أي انتقالهم إلى اليمن والشام في تجارتهم. كانت لقبيلة قريش عادة في تجارتهم بأنهم يرتحلون كل سنة مرتين، مرة إلى اليمن ومرة إلى الشام، وذلك لشراء البضائع والاتجار بما مثل أشبه ما يكون بمثل الاستيراد والتصدير. يبيعون ويشترون، ويذهبون إلى بلاد الشام ويذهبون إلى بلاد اليمن، تارة في الصيف وتارة في الشتاء. قوله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت.
عبادة الله سبحانه وتعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأفعال الظاهرة والباطنة. وربنا سبحانه وتعالى أمر بتوحيده، وكل نبي يبعث ويرسل يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقوله في قرآن وقولهم في كتابه سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه: يا قوم اعبدوا الله ربي وربكم، يا قوم اعبدوا الله ربي وربكم ما أنا بطاردكم، ما أنا بطارد الذين آمنوا. هكذا كانت دعوة أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل جعل ذلك لزاما على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ووصف الله سبحانه وتعالى ملائكته وأنبياؤه فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هكذا كانت دعوة أنبياء الله ورسله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيدا خالصا تاما له لا ند ولا شريك معه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. قول ربنا سبحانه وتعالى: رب هذا البيت، البيت المقصود به بيته سبحانه وتعالى، نعني البيت الحرام. وربنا سبحانه وتعالى وضع خصائص لهذا البيت وحد حدودا لهذا البيت، من تعداها فقد تعدى وقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإضافة البيت له سبحانه وتعالى هي إضافة تشريف وتعظيم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبيت الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لو أن أحدنا دخل إلى أغنى ملك من ملوك الدنيا، إذا دخل إلى بيت هذا الملك، كيف ملبسه، كيف كلامه، كيف سكوته، كيف أدبه، كيف أخلاقه، كيف احتياجاته، كيف طلبه، ولله المثل الأعلى.
من يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى فهو آمن، ومن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وبالخصوص عند بيت الله الحرام، فلا ترد له دعوة. وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى يدخلون ويشرفون هذا البيت. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل البيت الحرام في فتح مكة أو في حجة الوداع مطأطئا رأسه، تمس لحيته عرقوب سرجه صلى الله عليه وسلم من الإذلال والخضوع والتعظيم. ومن كان في بيت الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه، والكريم لا يرد أحدا سائلا سبحانه وتعالى. فحق على العباد أن يدخلوا ويعظموا هذا البيت وأن يكثروا من زيارته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بالحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا وأتموا الحج والعمرة لله. الله سبحانه وتعالى يحثنا على كثرة زيارة بيته، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على كثرة زيارة بيته. والله سبحانه وتعالى امتدح الطائفين والزائرين والقائمين والركع السجود في بيته الحرام. فحري بالإنسان أن يكثر الدعوة والزيارة إلى بيته سبحانه وتعالى، بيت الكريم الذي لا يرد سائلا. ومن حقه سبحانه وتعالى أن ندخل بيته تعظيما وخضوعا وإجلالا له سبحانه وتعالى وتأدبا. والإنسان إن كان محرما فعليه أن لا يصطاد من هوام البيت الحرام لأنه محرم، وكذلك الزائر وعليه أن يخفض صوته لأنه في بيت الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مؤدبا يطلب الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وأن يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا سار المؤمنون والأنبياء من قبلنا في تأدبهم وتعظيمهم لشرف بيته سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في مكة المكرمة شرفها الله سبحانه وتعالى وجعلها مشرفة إلى يوم الدين. كانت كل القبائل حين تخرج للتجارة كانت تتناحر فيما بينها، وكان السلب والنهب والقتل والغارات على بعضهم البعض القبائل ما الله به عليم، وكانت تحتدم بينهم صراعات وغارات واغتيالات بين القبائل. والله سبحانه وتعالى امتن على قريش لأنهم سدنة البيت، امتن على قريش بأنه أمنهم من هذه الأمور. قال ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ربنا سبحانه وتعالى أمن قريشا في تلك الفترة، وكذلك سهل عليهم أرزاقهم. كانت كل القبائل حين يعلمون أن قريشا تخرج إلى رحلتيها أعني الصيف والشتاء إلى اليمن وإلى الشام، كانوا لا يغيرون على قريش، وذلك تعظيما لمنزلة قريش عند القبائل، لأنهم سدنة البيت وخدام البيت وعمار البيت. وهكذا الإنسان الذي يخدم لله سبحانه وتعالى مؤمن في كل شيء، الذي يخدم الله سبحانه وتعالى ويقوم في الدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى ويحرس ثغور الله سبحانه وتعالى ودينه، حري أن يؤمن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، كما قال في النبي عن في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعمار البيت أولى الناس، والذي يدعو إلى سبيل الله ويحرس الثغور ويحرس حرمات الله سبحانه وتعالى في شتى الميادين مؤمن، وكذلك معظم في قلوب مبغضيه.
مؤمن ومعظم ومنزلته مرتفعة حتى في قلوب مبغضيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع. كانت قريش تذهب وتسافر وترتحل وهي على خوف بأن تغير عليها الغارات، وعلى خوف أن يجوع أهلها أو أن يجوع بطن قريش. فالله سبحانه وتعالى هيأ لهم سبل السفر وسبل التجارة سبحانه وتعالى، منة منه وكرما منه سبحانه وتعالى، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعزائي المشاهدين، نعمة الأمن أي نعمة هي؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا، في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه قد أوتي قوت يومه فكأنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الأمن. الأمن أن تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى تام الإيمان له سبحانه وتعالى. والذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فدائما تراه قلقا في حياته، مهموما مغموما. لماذا؟ لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى حياة للروح وحياة للجسد. الإيمان بالله سبحانه، أنك تؤمن بمن؟ تؤمن بالإله العظيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تؤمن بالحي القيوم، تؤمن والذي قال كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مجيب فأجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا هو الأمن الذي يعيشه المؤمن ويتحسسه في حياته، هو هذا الأمن. والأمن إذا فقد فقد فقدت الحياة. كيف يعيش الإنسان وهو مضطرب غير متزن، يخاف من كل شيء، يخاف من سماع الصوت، يخاف من حركة الباب، يخاف من فوقه ومن تحته. كل هذا أمنه الله سبحانه وتعالى أولا للذين آمنوا به سبحانه وتعالى، وأمنه كذلك لقريش في تلك الفترة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كم هي قريش، كم نسبة قريش في ضمن باقي القبائل العربية؟ لا شيء يذكر، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وأمنهم، بل وأطعمهم، فما كان منهم إلا أن أشركوا به. ولله سبحانه وتعالى حكم علم من علمها وجهل من جهلها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري من السرج وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، أي لا تخافوا لا تخافوا. أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح أو إذا أمسى. قوله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم
ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخيه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الحلقات السابقة في تفسير في قراءة سورة المنافقون، أعاذنا الله وإياكم منهم. وكان الحديث عن مراجعة أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة، وسنكمل في هذه الحلقة أحكام اللام القمرية واللام الشمسية واللام الشمسية، وكذلك نراجع أحكام همزة القطع وهمزة الوصل فيما تبقى من قراءتنا لهذه السورة. ونستأنف القراءة في هذه السورة في الآية 5 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم
لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أتممنا هذه السورة سورة المنافقين، وسنراجع أحكام اللام القمرية واللام الشمسية، وكذلك أحكام همزة الوصل وهمزة القطع والتي تم دراستها في الحلقات السابقة، ونقوم بتطبيقها على الآيات التي متمثلة بين يدينا. فأحكام اللام القمرية واللام الشمسية كما ظاهر أمامكم في الشاشة. اللام الشمسية تكتب ولا تنطق وهي خالية من أي حركة، وكذلك الحرف الذي بعد اللام دائما يكون مشدودا، أي دائما عليه حرف علامة الشدة. وأما اللام القمرية فهي تكتب وتنطق. اللام القمرية تكتب وتنطق، ودائما تكون اللام ساكنة، والحرف الذي بعد اللام يكون متحركا، يعني مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. هذه أحكام اللام القمرية واللام الشمسية. ولنأخذ كذلك أحكام همزة الوصل
وهمزة القطع نراجعها سريعا ثم نأخذ بعض الآيات. همزة الوصل هي همزة في أول الكلمة زائدة يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما لا تقف على متحرك. طيب أين تكون مواضع همزة الوصل؟ تكون همزة الوصل في التعريف مثل الكتاب همزة الوصل، وتكون في الفعل الثلاثي مثل اكتب، ادرس، اجلس. كذلك تكون في أول الفعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره مثل اشترى واشتري واشترى واقتضى واقتضاء واقتضي. كذلك تكون من مواضعها في أول الفعل الماضي السداسي وأمره ومصدره مثل استقام، استقم، استقامة، استعانة، استعن، استعانة. كذلك من مواضع همزة الوصل في الأسماء في الأسماء العشرة المسموعة عن العرب مثل ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله واسم وكذلك ومثاله كثير. وأما أحكام همزة القطع هي الهمزة التي تظهر في النطق دائما سواء كانت في بدء الكلام أو في وسطه. طيب كذلك ما هي مواضع وأين توجد هذه الهمزة ما هي مواضعها؟ الموضع الأول وهو في الفعل الماضي الثلاثي ومصدره مثل أكل، أكلا، أخذ، أخذا وهكذا. الموضع الآخر وهو في أول الماضي الرباعي وأمره ومصدره مثل كنحو أعطى وأعطي وإعطاء. الموضع الآخر في أول الفعل المضارع مطلقا رباعيا أم غيره مثل أسأل وأتمنى وأحترم وهكذا من الأفعال المضارعة الرباعية. كذلك من المواضع في أول الأسماء كلها عدا الأسماء العشرة المسموعة من العرب مثل أحمد وإمام وإبراهيم. كذلك من مواضعها في أول الحروف مثل ألا وأو وإلا وإن وأن وإلى وهكذا. هذه مراجعة لبعض أحكام همزة الوصل والقطع واللام القمرية واللام الشمسية. كذلك سنأخذ آخرا أوجه الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. ما هي أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق؟ همزة القطع تتفق مع همزة الوصل أنها تثبت حال البدء بها، أنها تثبت في حال البدء بها. طيب ما هي أوجه الاختلاف فيما بينهم؟ همزة القطع تثبت حال الوصل، تثبت أي تنطق حال الوصل، وتكون في أول الكلمة ووسطها وآخرها، وتكون كذلك ساكنة ومتحركة، وتأتي مع الفعل المضارع والرباعي. بينما همزة الوصل تسقط حال الوصل وتكون في أول الكلمة ولا تكون إلا ساكنة ولا تكون مع الفعل المضارع ولا الرباعي. نأخذ تطبيق هذه الأوجه فيما تبقى من الآيات في سورة المنافقين. قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قوله سبحانه وتعالى: لكم رسول الله، الميم ساكنة وأتى بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإظهار. لو تذكرون في الحلقة الماضية أحكام الميم الساكنة قلنا 3 أحكام: الإظهار والإخفاء والإدغام. فهنا لكم في نهاية كلمة لكم ميم ساكنة أتى بعد حرف الراء، والراء من حروف الإظهار. قوله سبحانه وتعالى: ورأيتهم يصدون، رأيتهم يصدون. رأيتهم
الميم في كلمة رأيتهم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار. قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية وهم مستكبرون، وهم مستكبرون. الميم في كلمة وهم ميم ساكنة أتت بعدها ميم كلمة مستكبرون، والحكم هنا إضغام، تضغم بغنة وهم مستكبرون، ولا نقول وهم مستكبرون وهم مستكبرون، لا نقرأها وهم مستكبرون. قوله سبحانه وتعالى الآية التي بعدها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله سبحانه وتعالى سواء عليهم أستغفرت، الميم ساكنة في كلمة عليهم أتت بعدها أتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار، نقرأها عليهم أستغفرت. وقوله سبحانه وتعالى لهم ميم ساكنة أتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى لم تستغفر، الميم هنا ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإظهار. وقوله عز وجل لهم لن، الميم في كلمة لهم ميم ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإظهار. قوله سبحانه وتعالى لهم لن، الميم الساكنة أتى بعدها حرف اللام في كلمة لن، وهو من حروف الإظهار. قوله لن يغفر، نون ساكنة من أحكام النون الساكنة، نون ساكنة أتى بعد حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. كيف يقرأ؟ لن يغفر الله لهم. وقوله سبحانه وتعالى لهم إن الله، الميم ساكنة في حال الوصل، وأتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. هذه بعض الأحكام النون الساكنة والميم الساكنة في هذه الآية. ونستمع لبعض تلاواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن
الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أحسنت بارك الله فيك وأحسن إليك. في حكم من أحكام الميم الساكنة: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء فتخفيها لكم بهيمة الأنعام. وما باقي التلاوة فهي تلاوة متقنة ومجودة. أحسن الله إليك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ولنأخذ كذلك مشاركة من مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أحسن بارك الله فيك وجعلنا وإياك أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. قراءة جيدة ونفع الله لقارئها ومستمعها. جعلنا الله وإياكم أعزائي المشاهدين من أهل القرآن. أذكركم بحديث الخيرية والأفضلية لنبيكم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن اختاره الله سبحانه وتعالى لقراءة كتابه سبحانه وتعالى وفتح عليه فتلك منقبة عظيمة. فطوبى لأهل القرآن.
أعزائي المشاهدين، إلى حلقة قادمة بإذنه سبحانه وتعالى، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.